السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللاعبين الذين حصلوا على أكبر عدد بطاقات صفراء في التاريخ. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد. ويأتي في المركز الأول سيرجيو راموس، حيث يحتل المرتبة الأولى ب 269 بطاقة صفراء خلال مبارياته كلها. ويليه في المركز الثاني جيراردو يأتي ب 228 بطاقة صفراء، وذلك خلال مواجهاته ومباراته كلها، وهذا يعتبر رقم ضخم جدا. ويأتي في المرتبة الثالثة من غير المتوقع هو داني ألفيز والذي حصل على 220 بطاقة صفراء خلال مواجهاته كلها، وهذا يعتبر رقم ضخم جدا أيضا. ويأتي في المرتبة الرابعة ألونسو والذي يلعب في بايرن ميونخ، ويحصل على 197 بطاقة صفراء خلال مواجهاته كلها مع فريقه المفضل بايرن ميونخ. وفي المرتبة الخامسة يأتي دانييل كونتي والذي يحصل على 190 بطاقة صفراء خلال مواجهاته مع فريقه. كانت هذه قائمة اللاعبين الذين حصلوا على بطاقات صفراء. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد.